ايه هو الحديد وايه هو الصلب وبيتم انتاجهم ازاي؟ ازيكم يا عشاق الهندسه؟ اسمي جوستافو برير. عمرك سألت نفسك الناس ازاي بينقوا الحديد والصلب؟ اكيد سمعت قبل كده عن خام الحديد، بس ازاي بنحول كوم التراب لمجموعة ادوات جراحية من الستانلس ستيل او قاطرة؟ لو كنت هتسمي التقنيات اللي كان ليها اكبر تأثير على المجتمع الحديث تكرير عنصر الحديد المعدني الثقيل، لازم يكون في القمة تقريبا. الحديد بيكون مجموعة ضخمة من المنتجات الحديثة، خصوصا الحديد التجاري اللي فيه نسبة عالية من الكربون واللي بنسميه الفولاذ. العربيات والجرارات والكباري والقطارات والأدوات وناطحات السحاب والأسلحة وحاجات كتير تانية بتعتمد على الحديد والفولاذ عشان تكون قوية. الحديد مهم لدرجة إن المجتمعات البدائية بيتم تقييمها حسب الوقت اللي اتعلموا فيه يصفوه، ومن هنا جت تسمية عصر الحديد. الحديد عنصر مفيد بشكل لا يصدق، قوي جدا وفي نفس الوقت مرن. لو اتسخن كويس الحديد كمان سهل نسبيا يتشكل لأشكال مختلفة، وكمان بيتصفى باستخدام أدوات بسيطة. وبما إننا بنتكلم عن الأدوات دي، على عكس الخشب الحديد يقدر يتحمل درجات حرارة عالية من غير ما يولع، وده بيخليه مفيد في الشغل اللي محتاج درجات حرارة عالية. وعلى عكس أغلب العناصر كمان تقدر تمغنط الحديد، وده بيخليه مفيد في صناعة المحركات والمولدات الكهربائية. وأخيرا أكيد مفيش نقص في الحديد يخليك تقلق. قشرة الأرض فيها 5% حديد، وفي بعض المناطق العنصر بيتجمع في خامات بتحتوي على لحد 70% حديد. الحديد مهم جدا في تاريخ البشرية لأنه ممكن يتستخرج بسهولة نسبية بأدوات كانت متوفرة في المجتمعات البدائية. ممكن يجي يوم البشر يبقوا متقدمين تكنولوجيا لدرجة إن الحديد يتستبدل بالكامل بالألومنيوم والبلاستيك وحاجات زي الكربون والألياف الزجاجية. بس دلوقتي المعادلة الاقتصادية بتدي للحديد والصلب الرخيص ميزة كبيرة جدا عن البدائل التانية اللي أغلى. البشر اخترعوا استخدامات كتير للحديد، من أدوات النجارة وأدوات المطبخ لحد آلات معقدة وسفن فضاء. بس قبل ما الحديد يتستخدم في أي حاجة من الحاجات دي لازم الأول يتستخرج من الأرض. قبل ما كتير من الحضارات القديمة تبدأ تنتقل من عصر البرونز لعصر الحديد، كان في بعض صانعي الأدوات بالفعل بيصنعوا أدوات من الحديد اللي جاي من مصدر كوني، النيازك. المصريين كانوا بيسموه النحاس الأسود. والحديد النيزوكي مش من النوع اللي بيتلاقي في أماكن ضخمة ومجمعة، بدل كده الحرفيين كانوا بيلقوا قطع منه متفرقة على مسافات كبيرة. معظم الحديد اللي على الأرض مع ذلك موجود في خام الحديد اللي بيتستخرج مباشرة من الأرض. الخام الغير معالج هو خليط من الخام نفسه والتربة المفككة. الخام نفسه عادة ممكن يتفصل عن طريق سحك الخام الغير معالج وغسل التربة الأخف ببساطة. تفكيك الخام نفسه أصعب لأنه مركب كيميائي من الكربونات والهيدرات والأكاسيد والسيليكات والكبريتيدات وكمان شوية شوائب. عشان توصل لقطع الحديد اللي في الخام لازم تسيحه. الصهر بيشمل تسخين الخام لحد ما المعدن يبقى شبه اسفنجي والمركبات الكيميائية اللي في الخام تبدأ تتحلل. الأهم من كده العملية دي بتفصل الأكسجين عن خام الحديد، وده بيكون نسبة كبيرة من الخامات الشائعة. أبسط وسيلة كانت بتستخدم لصهر الحديد هي الحداد. فيها الحداد بيحرق الفحم مع خامات الحديد ومعاه كمية كويسة من الأكسجين اللي بيجيبه من منفاخ أو مروحة. الفحم في الأساس هو كربون نقي. الكربون بيتحد مع الأكسجين وبيكونوا ثاني أكسيد الكربون وأول أكسيد الكربون، وده بيطلع حرارة كبيرة جدا في العملية دي. الكربون وأول أكسيد الكربون بيتحدوا مع الأكسجين اللي في خام الحديد وبيشيلوه بعيد، وبيفضل بس المعدن الحديدي. لكن في الحدادة النار مش بتسخن كفاية علشان تدوب الحديد تماما، بدل كده الحديد بيسخن وبيبقى كتلة اسفنجية فيها حديد وسليكات من الخام. تسخين ودق الكتلة دي بيطلع الشوائب منها وبيخلط السليكات الزجاجية مع معدن الحديد، وده بيكون الحديد المطاوع. الحديد المطاوع
قوي وسهل التشكيل، وده بيخليه مثالي لصناعة الأدوات. صناع الأدوات والأسلحة اتعلموا يصهروا النحاس بكتير قبل ما الحديد يبقى هو المادة الأساسية. الأدلة الأثرية بتشير إن الحدادين في الشرق الأوسط كانوا بيصهروا الحديد من حوالي 2500 سنة قبل الميلاد، مع إن استغرق أكتر من 1000 سنة عشان الحديد يبقى المعدن الأساسي في المنطقة. بس عشان يصنعوا أنواع أعلى من الحديد، الحدادين كانوا محتاجين أفران أحسن. التكنولوجيا اتطورت تدريجيا على مدار القرون. في منتصف القرن ال13 الأفران الأعلى والبضاليس اللي بتشتغل يدوي سمحت لأفران أوروبا إنها تسخن كفاية، مش بس علشان تلين الحديد لكن كمان علشان تسيحه. النهاردة أكتر طريقة متقدمة لصهر الحديد هي في الفرن العالي. الفرن العالي بيتحمل بخام الحديد والفحم النباتي أو الكوك والحجر الجيري. كميات كبيرة من الهواء بتضخه في قاع الفرن، والكالسيوم اللي في الحجر الجيري بيتحد مع السيليكات عشان يكونوا خبث. الحديد السائل بيتجمع في قاع الفرن العالي فوق طبقة الخبث دي، وبعدين كل فترة بيسيبوا الحديد السائل يسيح ويتبرد. في المرحلة دي الحديد السائل عادة بيمشي من خلال قناة أو قوالب معمولة من الرمل، ولما يبرد المعدن ده بيتعرف باسم الحديد الزهر. والوصفة الأساسية عشان تعمل طن واحد من الحديد الزهر هتحتاج حوالي طنين من الخام وطن واحد من الكوك ونص طن من الحجر الجيري. درجة الحرارة في قلب الفرن العالي ممكن توصل لحوالي 1600 درجة مئوية. الحديد الزهر ده بيحتوي على من 4 ل 5% كربون، وبيبقى صلب وهش لدرجة انه تقريبا ملوش استخدام. لو حابب تعمل اي حاجة بيه عندك 3 اختيارات. اول حاجة ممكن تدوبه وتخلطه مع الخبز وتدقه علشان تتخلص من اغلب الكربون وتعمل حديد مطاوع قوي وسهل التشكيل. الاختيار التاني هو انك تدوب الحديد الزهر وتخلطه مع خردة وتشيل الشوائب وتضيف سبائك علشان تعمل حديد مسبوك. المعدن ده فيه من 2 ل 4% كربون، ومعاه كمان شوية سيليكون ومنجنيز وآثار من الشوائب. الحديد المسبوك زي ما اسمه بيقول عادة بيتصب في قوالب علشان يشكل مجموعة كبيرة من القطع والمنتجات. الخيار الثالث الحديد الخام، هو اننا نكمل عملية التنقية اكتر ونصنع الصلب. الصلب هو الحديد اللي اتشالك منه اغلب الشوائب. الصلب كمان فيه تركيز ثابت من الكربون من 0.5% ل 1.5%. الشوائب زي السيليكا والفوسفور والكبريت بتضعف الصلب بشكل كبير، عشان كده لازم تتشال. الميزة اللي في الصلب عن الحديد هي القوة. الفرن المفتوح هو طريقة لصناعة الصلب من الحديد الزهر. الحديد الزهر والحجر الجيري وخام الحديد بيتحطوا في فرن مفتوح وبيتم تسخينهم لدرجة حرارة حوالي 871 درجة مئوية، وبكده الحجر الجيري والخام بيكونوا خبث واللي بيطفو على السطح. الشوائب بما فيها الكربون بتتأكسد وبتنتقل من الحديد للخبث. لما نسبة الكربون بتكون مظبوطة بيكون عندك صلب كربوني. مجموعة متنوعة من المعادن ممكن تتضاف للصلب في المرحلة دي علشان تدي خصائص مختلفة. مثلا إضافة من 10% ل 30% كروم بتعمل الصلب المقاوم للصدأ اللي بيكون مقاوم جدا للصدأ، وخلط الكروم مع الموليبدينوم بيعمل صلب كروم موليبدينوم اللي بيكون قوي وخفيف. إضافة النيوبيوم بتعمل حديد نيوبيوم اللي بيكون خفيف جدا وقوي وبيستخدم في تطبيقات كتير مختلفة. ولو حابب تعرف أكتر في فيديو في كارت في نهاية الفيديو ده. وتقدر تتخيل حياتك النهاردة من غير الحديد الصلب؟ خد بالك من كمية الحاجات اللي بنستخدمها يوميا وبتتكون من الحديد الصلب؟ اكتب لي في التعليقات، عايز أعرف رأيك. هسيب لكم هنا على الجنب فيديوهين ممكن يعجبوكوا كمان وبيكملوا الموضوع، فما تفوتوش تتفرجوا عليهم. لو وقتك تضغط لايك على الفيديو وتشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصل لك كل جديد. وبكده أصدقائي أسيبكم مع أحلى تحية وأشوفكم في الفيديو الجاي.